صلي على النبي واعمل لايك واشتراك ويلا بينا على الفيلم. حكايتنا بتبدأ مع واحد اسمه تشارلي وبيكون نايم في الشاحنة وسط روبوتاته، وبيصحى تشارلي على صوت تليفونه اللي بيتصل واحد اسمه بيل، وده واحد من الناس اللي ليهم فلوس عند تشارلي. ولما بيطالب تشارلي بالفلوس بياخده على قد عقله وبيعرفه ان فلوسه موجودة. وبيكون تشارلي ملاكم قديم واستغل خبرته في الملاكمة وبقي بيدخل مباريات ملاكمة بالروبوتات، لكن الحظ دايما كان ضده وفي كل خسارة كان بيتدين لناس اكتر. وبعدها بنروح للمباراة اللي بين الروبوت بتاع تشارلي وتور صغير، لكنه بيتفاجئ ان التور ضخم وان كده هما عاوزين يخسروه. فبيجي واحد اسمه ريك وبيعلي الرهان على تشارلي، واللي هيكسب هياخد 20,000 دولار، ولانه محتاج الفلوس دي بيوافق يلعب المباراة رغم انه عارف ان الروبوت بتاعه مش قوي كفاية. وفي البداية بيقدر يسيطر الروبوت على التور لكنه مش بيستمر، وده بسبب ضعف الروبوت وانشغال تشارلي بالبنات اللي في المدرج. وبيتكسر الروبوت وبيخسر تشارلي الروبوت بتاعه والمباراة، وبيتدين ب20,000 لريك. فبيقرر يهرب بالشاحنة قبل ما ريك ورجالته يطالبوه بالفلوس، ولسه هيمشي بالشاحنة بيلاقي 2 بيجروا وراه، فبيفتكرهم تبع ريك وبيضرب واحد فيهم، لكنهم بيعرفوه ان كارولين طليقته ماتت وانه مدعو للمحكمة عشان هو واصي عن ماكس ابنه اللي عنده 11 سنة. وبيكون تشارلي اخر مرة شاف طليقته كان قبل ما تولد ماكس، وفعلا بيروح تشارلي للمحكمة عشان يتنازل عن حضانة ماكس، بس بيلاقي واحدة اسمها ديبرا ودي خالة ماكس وبتكون عايزة تتبناه، وان جوزها مارفن غني وهيقدر يوفر لماكس حياة افضل. وبيكون تشارلي مش فارق له ابنه ماكس لانه معاشش معاه ولا حتى يعرفه، لكنه لما بيعرف ان مارفن غني بيصمم يكلم محامي عشان ياخد ماكس، وبيطلع يعمل نفسه بيتكلم في التليفون مع المحامي. ولما بيروح له مارفن بيطلب منه تشارلي مبلغ كبير مقابل التنازل على ماكس، وبيوافق مارفن بس بيطلب من تشارلي يخلي ماكس عنده لحد ما يرجعوا من رحلة الصيف، وهيديله نص المبلغ قبل ما يسافر والنص التاني لما يرجع. وبيوافق تشارلي وبيكون هيستلم منه ال50,000 والولد كمان شوية. ولما بيخرج من المحكمة بيتصل بواحد وبيطلب منه يجيب له روبوت جديد ويوصله له لصالة الرياضة، وده المكان اللي بيركب ويصلح فيه الروبوتات هو وصاحبته بيلي. لكن لما بيرجع لبيلي بتستغرب ان تشارلي هيدفع 45,000 لروبوت ومش هيديها فلوس الايجار بتاعة صالة والدها، وبتعرفه انها بتفلس وكده هتضطر تمشيه وتأجر المكان اللي والدها عاش طول عمره يكبره لاجل تشارلي. فبيهديها بكلمتين وبيطلع يقابل مارفن عشان يستلم منه الفلوس وماكس، وبيفهمه مارفن انه هياخد ماكس منه اول ما يرجع من السفر. وبيوافق تشارلي بس ماكس كان متضايق قوي لانه ذكي وفهم ان تشارلي بيستغله عشان الفلوس، فبيسيبه تشارلي في الشارع وبيدخل يطمن على الروبوت الجديد، لكنه بيتفاجئ بان الروبوت فيه مشكلة وانه مش بينفذ الاوامر ولا بيتحرك. لكن فجأة ماكس بيمسك جهاز التحكم وبيدي الاوامر للروبوت باللغة اليابانية، وفعلا بيقدر يحرك الروبوت الجديد وينفذ الاوامر. واتضح ان ماكس كان بيلعب العاب فيديو يابانية كتير وتعلم اللغة من هناك. وبيكون ماكس بيتابع مباريات ملاكمة الروبوتات وكمان بيحبها، فبيعرفوا تشارلي انه مش هيحضر المباريات وانه هيفضل في الصالة هنا مع بيلي. وبيجهز تشارلي عشان رايح مباراة بالروبوت الجديد، فبيهددوا ماكس انه لو ما خدهوش معاه هيرميله مفاتيح العربية في المجاري. وبيقرر ياخد ماكس غصب عنه، وبيروحوا لمكان المباراة هما والروبوت الجديد، وبيكون اسمه النوزي بوي، وده روبوت مشهور جدا في عالم الروبوتات. وبيرفض تشارلي يلعب مباراة جانبية لان مكسبها 5,000 دولار، وبيتحدى تشارلي اقوى روبوت في المكان وهو ميداس، واللي هيفوز هياخد 50,000 دولار. لكن ماكس بيكون رافض وبينصح تشارلي يلعب مباراة جانبية. وبنروح للحلبة وبيقدموا الروبوت الشرس ميداس ضد الروبوت العالمي النوزي بوي. وفي بداية المباراة النوزي بوي كان مسيطر وعلى وشك المكسب، لكن ميداس بيضربه وبيحصل خلل في النوزي بوي ومش بيعرف تشارلي يتصرف ازاي، لحد ما الروبوت بتاعه دراعه بيتكسر وبياخد الفينش الاخير وبيتدمر. وهما ماشيين ماكس بيلوم تشارلي لانه السبب في الخسارة دي، وانه كان المفروض يلعب اي مباراة جانبية لحد ما يفهم امكانيات الروبوت بتاعه ويقدر يستخدمه صح. لكن بيزعق له تشارلي لان ما ينفعش يكلم ابوه بالاسلوب ده. وبيروح تشارلي لمكان عشان يجمع فيه قطع غيار ويحاول يعمل منها روبوت، ومش بياخد باله ماكس وبيقع من مكان عالي لكنه بيتعلق في ايد روبوت قديم. فبينزل تشارلي بسرعة وبينقذ ماكس، وساعتها ماكس بيشوف الروبوت وبيقرر ياخده لانه انقذ حياته. لكن تشارلي بيرفض الفكرة لان الروبوت خردة، وبيسيب ماكس في المكان المرعب ده وبيمشي. وبيفضل ماكس طول الليل ينظف في الروبوت ويحاول يطلعه من مكانه، وفعلا بيقدر ماكس يطلعه. وبيكون تشارلي مستنيه عند الشاحنة، ولما بيروح له بيضربه عشان سابه ومشي. وبعدها بيرجعوا
بيرجعوا لمكانهم، وتشارلي بيقترح على بيلي يستغلوا الروبوتات اللي اتدمرت ويصنعوا روبوت جديد، لكن بيلي بترفض الفكرة لانهم مفلسين، وبتكون متضايقة وبتتخانق معاه لانها واقفة جنبه من زمان وكانت معاه في ازمته لما كان ملاكم، حتى لما اعتزل ما سابتهوش، وان والدها استثمر كل حاجة لاجل تشارلي، وبتفهمه ان هدفها تنقذ الصالة بتاعت والدها لانه كان بيحبها جدا، وبتسأله عن هدفه لكنه مش بيعرف يرد عليها، وبتكون بيلي جابت اخرها وزقت من وقفتها جنب تشارلي لانه ما بيوصلش لحاجة، فبيطلب منها تشارلي تلقي نظرة على الروبوت اللي جابه ماكس، وبيكون الروبوت اصداره قديم لكن بيلي ركبت له جهاز عشان يتحكموا فيه عن بعد، وبيقترح تشارلي يدخل الروبوت ده في مباريات صغيرة، لكن ماكس بيرفض لان الروبوت بتاعه، وفضل طول الليل عشان يطلعه من مكانه، وبيلي بتشغل الروبوت وبيكون فيه خاصية تقليد الحركات، وبتفهم ماكس انه يقدر يقلد حركاتك ويخزنها في ذاكرته، وبتدي الجهاز لماكس عشان يتحكم فيه عن بعد، وبيروح ماكس ينظف الروبوت من الطين اللي عليه، وساعتها بيلاقي مكتوب على الروبوت اسم اتوم، وبيقرر يسميه كده، وبيروح لتشارلي وبيطلب منه يدخل اتوم في مباراة، لكن تشارلي بيرفض لان الروبوت مش هيقدر، وبيلي بتشرح له ان الروبوت اتصنع عشان يصد الضربات مش يضرب، وبتنصحه يفكك الروبوت ويبيعه قطع غيار، لكن ماكس بيصمم انه يدخل الروبوت مباراة، وبياخد الروبوت بتاعه وبيمشي، وبالليل وهم نايمين بيروح ماكس ياخد الروبوت وبيخليه يقلد حركاته، وبيقرر يعلمه تمارين عشان يدخله اي مباراة، وبتبدأ قصة حب بين ماكس والروبوت اتوم، وبيعتبره صاحبه الوحيد، وتاني يوم ماكس بيسأل بيلي تعرف تشارلي من امتى، فبتوريله صورة لوالدها وتشارلي زمان لما كان بيدربه، وبتحكي له انهم عايشين من زمان في الصالة هنا، ووالدها كان بيحب تشارلي جدا وبيعتبره اكتر من ابنه، وان تشارلي زمان كان قوي ومش بيخاف ولا بيستسلم، وبتوريله صورة لتشارلي في الجريدة، وان ساعتها هو كان بيلعب ضد ملاكم عالمي اسمه تاندي، لكن تاندي افتكر ان تشارلي خصم سهل وهيقدر يكسبه، لكن المفاجأة ان تشارلي قدر يدمره في اول جولة، ودي كانت صدمة للبطل العالمي تاندي، وكان منبهر بشجاعة تشارلي وحماسه، وبيطلع تشارلي وبيكمل له باقي القصة، وان في الجولة اللي بعدها قدر تاندي يستعيد قوته ويكسب المباراة، وكمل تاندي ليوصل لبطولة العالم ويبقى البطل اللي ما اتهزمش على مدار ال3 سنين، لكن بيلي بتفهمه بان تشارلي كان بطل عالمي وقدر يفوز ببطولات كتير، وبيسأله ماكس لو حارب عشان يوصل لبطولة العالم ولا استسلم، لكن مش بيرضى يكمل له الحكاية، وبيطلب منه يجهز عشان يمشوا، وبيعرف بيلي انه هيروح اتلانتا عشان يدور على حد يشاركه ويشتروا روبوت جديد، وبتكون زعلانة بيلي انه هيمشي لكنها هي اللي طلبت منه كده امبارح، وبعدها بيوصلوا عند المكان اللي بيتعمل فيه المباريات العالمية، وبيشوفوا على الشاشة الروبوت زيوس، وده اقوى روبوت في تاريخ الروبوتات، ولما بيدخلوا تشارلي بيسيب ماكس وبيروح يطلب فلوس من واحد صاحبه، لكن صاحبه بيحرجه وبيطلب من تشارلي يعتزل لانه رهان خسران، وفي الوقت ده بيشوف ماكس صحفيين بيجروا على الروبوت زيوس والمخترع اللي عمله، وبيتكلم المخترع عن زيوس وانه بيتطور باستمرار في كل مباراة، وان اللي بيلمحه زيوس بيدمره، ولما بيرجع تشارلي بيفضل يدور على ماكس، وبيكون دخل المباراة بتاعة زيوس وشافه وهو بيدمر الروبوتات، وبيزعق له تشارلي عشان دخل المباراة من غير ما يعرفه، وتاني يوم بيصحى تشارلي وبيلاقي ماكس بيدرب اتوم وبيعلمه شوية حركات، وبتعجبه تشارلي اللكمة بتاعة اتوم وممكن يجي منه، وبعدها بيروحوا لمكان عشان يدخلوا اتوم في اي مباراة، لان مفيش حل لتشارلي غير الروبوت ده، ومع ذلك بيكون يائس منه بشكل كبير، وبيقابلوا هناك واحد وبيعرض عليهم يلعبوا الروبوت بتاعه مترو، والجولة واحدة دقيقتين ب$100، فبيعرض عليه ماكس يخليهم جولتين ويضاعف السعر، فبيضحك على ماكس هو واصحابه وبيتحداه ان الروبوت بتاعه لو قدر يكمل هياخد $1000، فبينصحوا تشارلي يقبل بال100، لكن ماكس بيعاند وبيتفق على ال1000، وبيرفض ماكس يخلي تشارلي يتحكم في الروبوت، وبتبدأ المباراة وبيكون الروبوت مترو ضخم واكبر من اتوم، وبيقدر يضرب اتوم بكل سهولة، وبيكون اتوم قادر يتحمل الضربات القوية، وبيكون فاضل 20 ثانية وبالشكل ده هيخسروا، وبيقع اتوم على الارض وبيفضل يعد خصمه وخلاص هيفوز، لكن بيقدر ماكس يفوق اتوم تاني، وبكده كسبوا $1000، فبيروح له خصمه وبيعرض عليهم يضاعف المبلغ لو قدر يكمل الجولة التانية، فبيوافق ماكس يلعب الجولة التانية، لكن تشارلي بيتجنن وبينصحه ياخد ال1000، وبتبدأ الجولة التانية واتوم بيضرب الروبوت في راسه وبيدمره من اول لحظة، وبيحصل خلل للروبوت وبيفضل يضرب في نفسه، وبيكسبوا المباراة بكل سهولة، وبيكون تشارلي وكل الناس مش مصدقين اللي حصل، وهم ماشيين بيعرض واحد عليهم مباراة يوم السبت، ولو قدر يكسبها هياخد $4000، وبيوافق تشارلي وبياخد الكارت بتاعه وبيمشوا، وبالليل بيكلم بيلي وبيحكي لها على اللي حصل، وان الروبوت بتاع ماكس فاز، وبيكون
وبيكونوا فرحانين لان تشارلي خسر كتير جدا. وبيفضل ماكس طول الليل شغال على الروبوت عشان يخليه اقوى، وبيشغل مزيكا وبيفضل يرقص ويخلي الروبوت يقلد حركاته. ولما بيصحى تشارلي بيكون متفاجئ باللي بيعمله ماكس، وبيكون ماكس اخد اجزاء من الروبوتات بتاعه تشارلي القديمه وقدر يصلح جزء منها ويوصله باتوم، وبكده اتوم هيقدر ينفذ الاوامر بالصوت زي النوزي بوي القديم بتاع تشارلي. وبيجرب ماكس وبينجح فعلا في ده، وبيكون منبهر تشارلي بالاختراع بتاعه، وبيطلب ماكس من تشارلي يعلمه حركات قتاليه، لكن برضه تشارلي بيكون رافض لان الروبوت قديم ومش هيقدر يتحرك بسهوله بالصوت زي النوزي بوي. وقبل ما يمشي تشارلي بتجيله فكره ان الرقصه اللي كان بيعملها ماكس واتوم حلوه وممكن يعملوها يوم السبت، لكن بيرفض ماكس لانه ما ينفعش يرقص هو والروبوت بتاعه قدام جمهور الملاكمه. وبينصحوا تشارلي عشان ينجح لازم يعمل حاجات مختلفه محدش عملها قبل كده، وعشان هو طفل الناس هتحب حركاته وتتفاعل معاه، فبيشرط عليه يعلم اتوم الملاكمه عشان يعمل الرقصه. وفعلا بيوافق تشارلي، وتاني يوم بيصحى بدري وبيعلم الروبوت الملاكمه، والروبوت بيقلد كل حركاته. وبعدها بيروحوا لمكان المباراه، وماكس بيعمل الرقصه بتاعته هو واتوم على الحلبه، وبنشوف اتوم وهو بيهزم الروبوتات بكل سهوله وبيكسبوا فلوس كتير، وبيلعبوا مباريات تاني وبرضه بيكسبوها. وبنشوف بيلي وهي بتسمع في الراديو عن نجاح اتوم وعن جمال رقصته مع ماكس، وبيكون باعت لها تشارلي جزء من الارباح. وبعد ما بيخلصوا المباراه وبيكسبوها بيقابلوا واحد وبيدعوهم يلعبوا مباراه يوم الجمعه تحت تنظيم الاتحاد العالمي، وبيفرح ماكس وتشارلي جدا، وفعلا بيروحوا وبتكون دي مباراه جانبيه لكنها قويه وتابعه للاتحاد. ووقتها بيجي لهم واحد وبيدعوهم لجناح الروبوت زيوس، ولما بيروحوا بيقابلوا فيرا وبتعرفهم على تاك مخترع البطل زيوس، وساعتها بتعرض عليهم تشتري الروبوت بتاعهم اتوم، وده عشان الروبوت زيوس يتدرب عليه، وبتعرض عليهم 200,000 دولار. فبيتخض تشارلي من المبلغ وبيوافق من غير تفكير، لكن ماكس بيرفض وبيعرفهم انه مش للبيع. فبتستهزأ فيرا بيهم وان اتوم هيتدمر ومش هيكمل ربع ساعة قدام الروبوت توين في الحلبة، لكن بيرفض ماكس العرض وبيسيبها ويمشي. فبيخرج ورا تشارلي عشان يقنعه بالعرض، لان تشارلي مش واثق ان الروبوت يكسب وانه فعلا مش هيقدر يكمل المباراة. لكن ماكس بيسأله لو الروبوت مش هيقدر يكمل ما كانتش هتدفع المبلغ ده، لان الروبوت ده مختلف عن اي روبوت تاني. وبنشوف الروبوت الضخم توين وهو داخل الحلبة وبيستعد للمباراة ضد اتوم، وبيدخل البطل اتوم بالرقصة الشهيرة هو وماكس. وبنشوف بيلي وهي بتتفرج وبتكون مبسوطة من ماكس قوي. وبيكون الروبوت توين مختلف على اتوم وليه 2 بيتحكموا فيه بالدراعات، وبيدوله كل المعلومات اللازمة عشان يحمي نفسه ويكسب، غير الروبوت الغلبان اتوم بأجهزة التحكم بتاعته البسيطة. وبتبدأ المباراة وبيكون الروبوت توين مسيطر وبيفضل يضرب في اتوم، لكن بيفهم تشارلي ان توين عنده مشكلة في دراعه اليمين وبيقدر يهرب منه ويتفادى ضرباته. وعشان الروبوت التاني ضخم بيخلي اتوم يقرب منه قوي وبيستغل ده وبيضربه من قريب، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيجي للروبوت خلل في انظمته، وده بيصدم المخترعين اللي بيتحكموا فيه. وبتكون بيلي متحمسة ومركزة قوي في المباراة، وبيديله اتوم اللكمة القاضية وبيدمر توين، وكل الجمهور بيفرح جدا، والمصورين بيسجلوا الحدث التاريخي ده. وبيعد الحكم من 1 ل10 على توين، والمخترعين بيحاولوا ينقذوه قبل ما يخسر، لكنه مش بيقوم وبيفوز البطل اتوم، وبيحتفلوا مع الجمهور. لكن ساعتها بيخطف المايك ماكس وبيقول للجمهور ان روبوته الصغير قدر يهزم البطل توين، وبيكون الجمهور وكل المصورين والناس بيسمعوا ماكس وبيتفاعلوا معاه، وبيستغل الفرصة دي وبيتحدى اقوى روبوت في العالم وهو زيوس، وكمان في اي وقت وفي اي مكان، وانه مش خايف. والجمهور كله بيفضل يشجع اتوم، وبتكون فيرا هتتجنن. وهم ماشيين بيقابلهم ريك اللي كان بيلعب مباريات ضد تشارلي زمان، وبيكون معاه رجالته وعاوز يضرب تشارلي. فبيخاف تشارلي وبيعرفوا انه كان هيتصل بيه عشان يديله فلوسه، لكنه بيحييهم على المباراة دي وانها كانت ممتعة. فبيضرب تشارلي واحد من الرجالة بتاعته وبيجري هو وماكس، لكن واحد منهم بيمسك ماكس ومش بيقدر تشارلي ياخده، وبيمسكوا تشارلي وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما بيغمى عليه، وساعتها بياخدوا كل الفلوس اللي معاهم وبيهربوا. وتاني يوم تشارلي بياخد ماكس وبيروح يوديه لخالته ديبرا، فبيزعل ماكس وبيسأله ليه بيعمل كده، فبيعتذر له تشارلي وبيعرفه انه مع خالته هيقدر يعيش حياة افضل. فبيطلب ماكس منه ما يسيبهوش ويكملوا في المباريات وهيقدروا يكسبوا الفلوس بدل اللي اتسرقت، لكن تشارلي بيكون خايف عليه وكمان مش عارف يعمل له ايه، فبيزعل ماكس وبيسيبه ويمشي. وساعتها مارفن بيديله باقي فلوسه ال50,000، لكن تشارلي بيرفض ياخدها، وبيروح تشارلي لماكس وبيكون بيحط كل حاجته في الشنطة، وبيعتذر له وبيسأله طب ايه يرضيك يا عم ماكس، وبيقول له انه كان عارف من البداية ان ده
هيحصل، واكيد النهايه مش هتكون بمكسب الروبوت الخردة والنجاح اللي هو متخيله. وبيعرفوا تشارلي انه فشل كتير وان حياته ومستقبله مع مارفن هتبقى احسن لان مارفن افضل منه، لكن مش بيرد عليه ماكس. وقبل ما يمشي بيقول له انه كان نفسه تشارلي يحارب عشانه، وبيسيبه وبيمشي مع مارفن. ووقتها بيحس تشارلي بتأنيب الضمير لكنه مش بيعمل حاجه وبيمشي. لكن تاني يوم بيروح لماكس في بيت ديبرا ومارفن، وبيكون تشارلي اتعلق بماكس جدا وبيعتذر له لانه بعد عنه وسابه وكمان باعه لمارفن. وبتيجي ديبرا وبيعتذر لها تشارلي لانها ليها كل حقوق الرعايه لماكس، لكنه بيحاول يعمل حاجه صح. وبيكمل كلامه مع ماكس وبيفكروا لما اتضربوا ولما كان بينومه على رف في الشاحنه، وبيتاسف له على الايام اللي عاشها من غيره، وكان المفروض تشارلي يفضل معاه هو ومامته. وبيقول له تشارلي انه مستعد يحارب عشانه، وبيوري له الروبوت بتاعه اتوم، وبيعرفوا اخيرا انهم هيلعبوا زيوس. وبتوافق ديبرا تخلي ماكس يروح مع تشارلي يوم واحد بس، وساعتها بيعرفوا انهم ممكن يتهزموا هزيمه مرعبه، لكن على الاقل هيتهزموا وهم بيحاربوا. وبعدها بنروح لمكان البطوله في نيويورك، وبيقولوا ان بطل العالم زيوس اللي محدش قدر يهزمه هيلاعب البطل القوي اتوم. وبيعرضوا فيديو متصور للمخترع تاك وهو متضايق، وبيقول ان المباراه دي اهانه للاختراع بتاعه، وان التحدي اللي عمله ماكس ضد زيوس كان كابوس بالنسبه لشعبيه زيوس. واكيد روبوت ملاكم خردة يتنافس على بطوله زي دي فهي محسومه واكيد هيخسر اتوم. وبيدخلوا الابطال ارض المعركه والجمهور بيكون منبهر بيهم وبشطارتهم جدا. وبره بنشوف ريك اللي ضرب تشارلي وماكس من شويه، وبيروح يتراهن على $100,000 لو اتوم قدر يكمل الجوله الاولى. وبنشوفهم وهم في الحلبه وبتكون مبسوطه بيلي بنجاح تشارلي. وبيدخل البطل زيوس حاكم الروبوتات، وبيكون شكله عملاق واكبر من اتوم بكتير. وبتبدا المباراه ومن اول ضربه اتوم بيقع على الارض، وبيحاول تشارلي يخلي اتوم يحمي نفسه من ضربات زيوس القويه، لكنه بياخد ضربه قويه وبيقع، والكل بيفتكر ان المباراه خلصت وبيفرحوا لزيوس. بس بيقوم اتوم وبضربه واحده منه بتسبب خلل في انظمه زيوس، وبيستمر اتوم في الضرب لكن المخترعين بينقذوه. وبيكون لسه اتوم هياخد الفينش الاخير من زيوس بتخلص الجوله الاولى، وهناك ريك بيكون هيهرب لكن الرجاله بيحاصروه عشان ياخدوا منه ال100,000. وبعدها بتبدا الجوله الثانيه، وبيكون في ضربات رايحه جايه وكلهم متوترين وبيشجعوا الروبوت بتاعهم بكل طاقتهم. وبيقدر تشارلي يخلي اتوم يعدي الجولات، لكن في الجوله الرابعه بيحارب زيوس عشان ينهي المباراه، وضرباته بتكون قويه وده بيسبب خلل في انظمه اتوم، ووحده الحركه الصوتيه بتبوظ وكده مش هيقدر ينفذ اوامر تشارلي. ولما الجوله بتخلص والجرس بيضرب بيطلعوا عشان ينقذوا اتوم، وساعتها بيكون تشارلي يائس لان اتوم مش هيقدر ينفذ اوامره. فبيفكروا ماكس ان اتوم عنده ميزه الرؤيه وانه مش هيسمع تشارلي لكنه هيقدر يقلده. وبيطلب ماكس منه يشوف نظرات الخوف في عين مخترعين زيوس، وده عشان اتوم قدر يعمل حاجه مفيش روبوت في العالم قدر يعملها. وبيكون ماكس مؤمن بالروبوت بتاعه جدا. وبتبدا الجوله الخامسه والاخيره، وبيكون تشارلي بيحارب بره الحلبه واتوم بيقلده، لكنه برضه بيتعرض اتوم لضربات قويه، وبيفضل رافع اتوم ايده عشان يحمي نفسه. وساعتها طاقه زيوس بتخلص وبيظهر عند المخترعين ان في خلل في انظمته، لكنه بيرجع يضرب في اتوم. وبيقدر يستغل تشارلي ميزه ان اتوم بيستحمل الضربات، وبيضربوا زيوس لحد ما بيطلع دخان كتير من اتوم، وسرعه زيوس بتبطأ وطاقته بتخلص، والمخترع مش بيعرف يتصرف. وبضربه واحده من اتوم بيبعد زيوس عنه وبيهجم عليه، وبيفضل يضرب فيه اتوم ضربات سريعه، ومش بيقدر زيوس يدافع عن نفسه. وساعتها بيتجنن تاك وبيقعد على جهاز التحكم وبيحاول ينقذ الموقف، وكل الجمهور بيشوف تشارلي وهو بيحارب عشان يفوز اتوم، وبيكونوا هيعيطوا خايفين من النتيجه. ولكن بينهار زيوس قدام البطل اتوم، وبيكون بذل مجهود رهيب عشان يكسب المباراه دي. وبيتضرب زيوس ضربات قويه من اتوم وبيحصل له خلل في جميع اجزائه، والجرس بيضرب وبيفوز اتوم. وساعتها بيتجنن تاك لان زيوس مفيش روبوت قدر يهزمه. وبتروح له بيلي وبتكون مبسوطه من نجاح تشارلي، والحكم بيعرض النتيجه وان اللي فاز زيوس بالنتيجه لكنه خسر القتال. ولما بتتسأل فيرا بتقول ان الموضوع اخد وقت اطول من اللي هم متوقعوه بكتير، لكن النتيجه كانوا متوقعينها وان البطل زيوس ما بيخسرش. وبيروح ماكس للمذيع وبيقول له انه مكتفي بلقب ان اتوم بطل العالم، وكل الجمهور بيشجع اتوم، وبيحضنوا تشارلي وبيقف البطل هو وابنه في الحلبه وهم فخورين بنجاحهم. وبتكون بيلي مبسوطه بيهم جدا، وبيخلص الفيلم بالنهايه الجميله دي. وبس كده الفيلم يكون خلص. مستني رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وخليك عارف اني شغال على فكرة جديدة وقناة جديدة هتبهركوا قريب جدا. انا مؤمن محمد، اشوفكوا على خير وسلام.